السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا من اخر فيديو. النهارده زي لكم التورته القمر دي، وهقول لك على المقادير بتاعتها في صندوق الوصفه، اكتبها لي. بجد تحفه جدا وسهله جدا لاي مبتدئ، وهتطلع معاكي تحفه. بس قبل ما نبدا كالعاده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه انا عندي الكريمه اللي هزين بيها. عندي كوبايه كريم شانتيه، حطيت عليها نص كوبايه باستري، حطيت عليها كوبايه وربع ميه. بعد كده هضربهم مع بعضهم، هنزل عليهم بمعلقه كاكاو خام. واهم حاجه الميه تكون ساقعه. ممكن تضربها في العجان، ضربها بالمضرب. هضربها انا بالمضرب. ساعه الضرب دي انا هقولك على الكيكه عندي انا عملتها ازاي. عندي نص كيلو دقيق سبونج شوكولاته، نزلت عليه بست بيضات، وبعد كده حطيت عليهم معلقه فانيليا، معلقه محسن جل. ضربتهم كويس مع بعضهم لحد ما الاسبونج ارتفع. بعد كده بطنت صينيه مقاس 20، حطيتهم. بعد كده حطيتهم في الفرن، اخدوا مني بالظبط نص ساعه. طلعتها، غطيتها بورق زبده، وبعد كده سبتها تبرد، وبعد كده قطعتها لاربع ديسكات. وهكتب لك برضو المقادير في صندوق الوصف. انا كده عملت الكريمه، وهنا الكريمه حطيت عليها معلقتين جناش كبار عشان اعزز طعمها، اعزز طعم الكريمه. ما يبقاش ممكن تحطي كاكاو بس. انا عندي الشربات اللي انا بزق بيه دوت كوبايه سكر، عليها كوبايه ونص ميه، عصره ليمونه غلوا على النار غلوتين، وبعد كده سبتهم يبرد وهزق بيهم الكيكه. حطيت اول طبقه كريمه والتاني طبقه. وبصي يعني سهله جدا لو انتي ما عندكيش ادوات ولا عندك اي حاجه. انا بعملها هي بالمعلقه المعلقه، وبعد كده بعملها بقطعه بلاستيك. بصي سهله قوي. يعني انتي وهزقي برضه طبعا من فوق. كل ما تحطي طبقه اسقيها بالشربات، وبعد كده حطي الكريمه. والكريمه دي طبعا انتي ممكن يعني تحشيها من جوه، ممكن تعمليها ساده كده، ممكن تحشيها زي ما انتي عايزه، ممكن تخليها تعمليها اي حشوات من عندك. خلاص كده انا قفلت الاربع ديسكات. بعد كده هبدا اسويها كويس قوي. هسقي من فوق برضو الشربات، وهبدا كده احط الكريمه. في حاجه هنا انا غلطت فيها، انا حطيت كريمه شوكولاته ونسيت ان انا هغلفها بكريمه بيضه. لو انت عايزه كريمه شوكولاته هتحطي عادي. انا هنا كان عندي كريمه بيضه برضو، ضربتها كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه باستري، وكوبايه ونص ميه ساقعه. وبعد كده حطيها في الكيس. هتسهل عليكي ان انتي لو انتي مبتدئه حطيها في الكيس كده، هتسهل عليكي ان انتي تزينيها، وان ما يبقاش فيها فراغات، ما يبقاش فيها اي حاجه، تبقى سهله معاكي. انا هزينها بكريمه من بره بيضه، عشان انا كانت العميله عندي عايزاها لبنوته، زي ما شفتيها في اول الفيديو. سهله وسريعه، يعني مش هتاخد معاكي وقت. بصي انا هحط الكريمه من فوق، وهبدا كده